ازاي تعملي لوحه التعزيز؟ تعالى اقول لك. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. اسئله كتير جات لي وقالت لي ازاي نعمل لوحه التعزيز. تعالى اقول لكم طرق كتير للوحه التعزيز، واللي عنده فكره تانية عشان يعملها يا ريت يشاركها معايا. يلا بينا. اول حاجه، اللي ما عندوش خيش زي اللي انا كنت عاملاه ارضيه، ممكن بقماش الجوخ. وقماش الجوخ اللي عملنا منه السمايل فيس. هنتعلم ازاي نعمل السمايل فيس دلوقتي مع بعض عشان نحطها على القماش. طيب القماش الجوخ بيتجاب منين الاول؟ بيتجاب من اي مكتبه كبيره بتبيع لعب اطفال او ادوات فنيه. القماش ده اسمه قماش جوخ، ما تتلخبطوش ما بين قماش الجوخ بتاع الهدوم وقماش الجوخ بتاع الالعاب والوسائل التعليميه، وهو سعره رخيص والمتر فيه كبير. ممكن تستخدميه في حاجات تانية. هنرسم دايره على القماش باي حاجه معاكي، غطا، برطمان، كوبايه ازاز او اي حاجه. رسمت الدايره، هتجيبي المقص بتاعك عشان تقصي الدايره. قصينا الدايره، هنبدا نجيب العيون، والعيون دي برده من نفس المكتبه اللي هتجيبي منها القماش. بيكون من العيون احجام كتير، في منها الصغير وفي منها الكبير، زي ما تحبي انت هتجيبي ايه. هنجيب مسدس الشمع بتاعنا والدايره الصفراء والعيون، هنبدا نلزقهم ونشوف بعد كده الخطوه الثانيه ايه. ناقص لنا ايه؟ البق المبتسم، هنرسمه بقلم احمر جفعين. خلصنا. طب الناس اللي ما عندهاش مسدس شمع ممكن تلزق بايه؟ ممكن تلزق بامير. دلوقتي احنا خلصنا السمايل فيس، هنيجي نحطها على القماش كده، بس ممكن مع الحركه ممكن تقع. طيب هنثبتها بايه؟ حد عارف يقول لنا؟ هنثبتها بسكوتش الهدوم، بس من جنب الخشن، مش هنستخدم الناعم. هنقص منها حته صغيره وهنلزقها على ظهر السمايل فيس بمسدس الشمع او بامير. مسدس الشمع، ونيجي من الظهر ونلزقها ونحطها على اللوحه بتاعتنا كده. ممكن تقع؟ مستحيل. دي اول شكل من لوحه التعزيز. وخلينا نجاوب على سؤال تاني، لوحه التعزيز ممكن استخدمها من امتى؟ ممكن تستخدميها من عمر 2 او 1.5 سنة، لو طفل مدرك الحاجات اللي انا بقول عليها صح. هنستخدمها ازاي؟ ايجابي وسلبي؟ لا، في السن الصغير لازم الحاجات الايجابيه بس، من غير ما احط التعزيز السلبي. تاني طريقه، لو عندك وايت بورد ممكن تعملي عليها لوحه التعزيز. هتعملي كل ما يعمل حاجه كويسه هترسمي سمايل فيس او تديله ستار، ولو عمل حاجه غلط ساد فيس، او ممكن نمسح واحده. دي تاني طريقه للوحه التعزيز. طب لو مش عندك قماش ولا عندك وايت بورد ممكن تعملي ايه؟ تعالى اقول لك على طريقه اقتصاديه جدا للوحه التعزيز.